العمل وبأقصى سرعة على مشروع إعادة الأراضي المغتصبة لأصحاب الحق. فخامة رئيس الجمهورية، لتحية مهندسي هذا العرض المايسترو عبد الحليم كركلة، نيابة عن عباءة لبنانية من تصميمه وجزائرية من تصميمه وبأياد جزائرية. الاستعراض ما أجملها من صور يغيب عنها التعبير ويدخل أمامها التعليق. أول مرة نشاهدها لأن الجزائر تؤمن بأمنها باستقرارها، رسالة للعالم أجمع. هي روافد المحبة والأمن والاستقرار ترسو في ميناء سيدي فرج هذا المساء. أتمنى والله من القلب أن تتذوقوا هذه المشاهد وهذه المظاهر الجميلة الرائعة التي ننقلها على الهواء مباشرة عبر قنوات المؤسسة العمومية للتلفزيون. لن تتوقف هذه الألعاب، لن تتوقف مسيرة البناء والنماء والتشييد التي يقودها باقتدار فارس من فرسان هذا الوطن فخامة رئيس الجمهورية. مسيرة البناء والنماء التي تتكتل فيات تضحية بالنفس والنفيس. مشاعرنا ونحن نعيش هذه اللوحات إلى أقصى جنوبنا الواسع الشاسع، إلى تمراسد، إلى مغنية، إلى تبسة، إلى تيزي وزو، إلى بجاية، إلى عنابة، إلى كل أرجاء هذا الوطن الحبيب، لأنني أؤمن أن كل الوطن بنبضات قلبه يعيش نفس الأجواء ويعيش نفس العرس ونفس الفرحة.
دائما سيداتي سادتي ننقل أجواء الاحتفال بالذكرى 50 للحرية والاستقلال وجانبا من الاحتفالات الرسمية المخلدة للمناسبة، وننقلها من الجزائر العاصمة من القلب النابض لهذا الوطن مباشرة من سيدي فرج.